الحرب الباردة بين الماظة وبيروت بير. بسوق صغير مثل لبنان تحولت المنافسة بين الماظة وبيروت بير لوحدة من أقوى الحروب التسويقية بالمنطقة. كلنا بنتفق إنه بعد أكثر من 80 سنة الماظة بطلت مجرد بيرة، قدرت تصير رمز لبناني، جزء من الذاكرة الجماعية، من الجلسات الصيفية، من النكت اليومية وحتى من الأغاني. إعلانات الماظة دايماً كانت خفيفة، ذكية ولبنانية الهوى، تعتمد على النكتة الذكية واللغة العامية وعبارات صارت تراث إعلاني بحد ذاته. الماظة ما بنت اسمها بالإعلانات بس، بل من خلال التوزيع القوي والحضور بكل قهوة وبكل بار وسوبر ماركت، وأكيد لاحقت الترند لصارت الشريك الرسمي للمونديال. وهي أول مين استخدم المشاهير بالإعلانات، وأهمهم زياد الرحباني. يعني ولا تفتكري انه بيأثر حتى؟ انه عم تصوروا دعايه يعني؟ نعم، وعارفين نحن انه العالم مع كل ماتش رح يشربوا الماظة. هي ببساطة التوب اوف مايند، البيرة يلي بتسبق أي منافس بذهن المستهلك اللبناني. بس كل قائد بحاجة لخصم اللي يرجع له الحماس، وهون شرفت بيروت بير بالتحدي الذكي والتسويق القوي. جو تو بارتو لتعرفوا الخبرية كلها.